إنذارية مرتقبة. ردوا بالكم يا مغاربة، زخات رعدية متفرقة متوقعة بالعديد من مناطق المملكة. أعلنت اللجنة الإقليمية لليقظة صباح اليوم الخميس أنه من المتوقع حسب مصلحة الأرصاد الجوية أن تعرف المناطق الجبلية بإقليم تساقطات مطرية على شكل زخات رعدية متفرقة في كل من ورزازات. وكشفت اللجنة الإقليمية ذاتها في بلاغ عاجل توصلت به أن هذه التساقطات من المتوقع أن يعرفها الإقليم في منتصف نهار يوم الخميس أي اليوم 14 شتنبر 2023 إلى الساعة 9 مساء، لتتراوح ما بين 10 ملم و25 ملم، مصحوبة برياح قوية وبرد وتبروري. وتهيب اللجنة الإقليمية لليقظة بعموم ساكنة إقليم ورزازات والنواحي، خاصة بالمناطق الجبلية، وكذا زواره ومستعملي الطريق، توخي الحيطة والحذر وتفادي الأماكن الخطرة، والانتباه إلى احتمال تساقط الأحجار والأتربة من الجبال. وكشفت اللجنة ذاتها يترأسها عامل الإقليم بأنه تم اتخاذ كل التدابير الاستباقية وتعبئة الموارد البشرية والوسائل كذلك اللوجستيكية الضرورية تحسبا لأي طارئ. يذكر أن إقليم ورزازات سجلت به خسائر بشرية ومادية جراء زلزال الحوز، فيما تواصل السلطات العمومية جهودها للتكفل بالمتضررين وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق والمناطق المتضررة، معبأة في الوقت نفسه كل الإمكانيات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.